سيدي نفسي اشوف النبي في المنام صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. نفسي اكحل عيني برؤيته حتى في المنام. اللهم اكرمنا بذلك في خير ولطف معك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. بداية حصول مثل هذه العطية الربانية من الطلب، إن صح الطلب من القلب الاتجاه إلى الله في طلب ذلك انفتح الباب. هناك 4 خصال مجربة كثيرا ما أذكرها لمن يسأل، كان الأشياخ يذكرونها، أن هناك 4 خصال من أكثر منها أو قل أدمنها أكرم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. اكتب. نعم. الأولى كثرة الصلاة عليه، كل واحد منا ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الورد هو 100 مرة. الإكثار من الصلاة عليه. نعم. يقول الإمام الحافظ السخاوي صاحب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، يقول أن أقل الإكثار من الصلاة على النبي 300 مرة في اليوم والليلة، وأنت في المترو وأنت في السيارة وأنت اشتغل بالصلاة على النبي. هذا كلمة إكثار، الإكثار. نعم. عشان يكون الإنسان مكثر. هذا أقل الإكثار كما قال الإمام الحافظ السخاوي. نعم. ورويت عن عدد من الحفاظ. فأول شيء كثرة الصلاة عليه، والصلاة عليه يعني بحب، اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم، اللهم بحب يا رب صلي عليه. فكثرة الصلاة عليه. الثانية التعظيم لسنته، لا أقول فقط فعل السنة، بعض الناس يكتفي بظاهر فعل السنة فقط، وهذا شيء جيد وحسن، لكن يفعلها بتعظيم. لما يقال لك النبي أكل وشرب باليمين احرص على ذلك، ليس على سبيل العادة. استشعر أن تأكل وتشرب، أنا أكل وأشرب على هيئة حبيبي، فأنت مع حبيبك حتى وأن تأكل وتشرب. نعم. لما نقول للناس ادخل البيت باليمين واخرج باليسار، ادخل الحمام ادخلها باليسار واخرج باليمين، صار بعض الناس يستهزئون، يقول الدين مش قدم رجل وأخر رجل. نقول ما فهم